السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا ركن قطعتين، الجزء الكبير منها هيبقى فيه سرير ميكانيزم، والجزء الصغير اللي هو الشازلونج هيبقى فيه صحارة. زي ما انتم شايفين الجزء اللي شغالين فيه حاليا ده الجزء بتاع الصحارة اللي هي القاعدة بتاعة الركنة، وده اللي هيترفع بالباكن بتاع الصحارة اللي جوزي شغال فيه دوت. الجزء اللي انا بصوره دوت ده السرير اللي هيتحط في الدرج اللي بيخش في الكنبة الكبيرة، هوريكم مكانه. وطبعا الجزء بتاع الصحارة دوت بيبقى فيه تخصيمة لان الظهر فيها مش كامل، يعني الظهر مش جاي للاخر. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله دوت مش هيبقى واضح دلوقتي، هيبقى واضح اكتر في الفينش النهائي عشان تشوفوا الشكل النهائي بتاع الركنة. زي ما انتم شايفين العمق بتاع السرير، شايفين عرضه قد ايه. هنا بنبقى حاطين السفنج بتاعنا اللي هو كثافة 45 من شركة صناعات، وبيتحط عليه رول فايبر زي ما انتم شايفين كده، وبيتدبس الاتنين مع بعض على الشاسيه الخشب، وكده يعتبر واقف على القماش. تمام. ده بقى الجزء الكبير بتاع الركنة. احنا قلنا الركنة قطعتين، كنبة كبيرة والشازلونج بتاعها. دي الكنبة الكبيرة. زي ما انتم شايفين هنا القاعدة متشطبة، وكمان الدراع والظهر هو اللي لسه ما اتشطبش. لو بصيتوا في الظهر هنا هتلاقوا فيه فتحات كده في السفنج، الفتحات دي معمولة عن عمد لان هنا هيبقى فيه تشيش، والتشيش ده هيسقط فيه ستيل اللي هو المعدن مش الجلد. احنا هنا هنركب المعدن مش الجلد. تمام. هنحط ستيل ذهبي هنا، وكل ده زي ما قلت لكم من قبل هتشوفوه في الفينش. طبعا احنا هنا لسه بننجد. القماش بتاعنا هنا قماش كتان على قطن. بالنسبه للناس اللي بتتضايق من الكتان الصافي عشان ملمسه خشن شويه، هو الكتان الصافي ليه ناسه، في ناس بتحبه جدا وجميل وشيك جدا. الكتان على قطن بقى للناس اللي عندها حساسيه من الكتان الصافي او ما بتحبش الملمس الخشن شويه ده، الكتان ده هيناسبها جدا. الخامه دي متينه برضو وجامده، واتكلمنا عنها في فيديو خاص قبل كده. تمام كده. بالنسبة للناس بقى اللي بتقول لما بجيب الركنة من عند منجد من بره او من معرض بلاقي في فرق ما بين السرير، لما بتفتح السرير بالميكانيزم بيلاقوا في فرق بين الكنبة والسرير حوالي سنتيات كده، او ناحية عالية عن ناحية. طبعا الموضوع دوت زوجي اتكلم فيه بالتفصيل في القناة بتاعته، قناة فنون التنجيد. تقدروا ترجعوا للفيديو هتلاقوا كل حاجة مشروحة بالتفصيل. استنونا في التكملة بتاعت الفيديوهات، وما تنسوا